عيد سعيد عليكم بإذن الله وعلى كل حبايبكم. إن شاء الله ما يجيش العيد اللي جاي عليكم إلا وانتم محققين كل أمانيكم بإذن الله، وتكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنعمل معانا حاجة حلوة جدا وكلنا بنحبها، وهو طاجن أم علي، وهنعمله بتكلفة بسيطة جدا واقتصادية. هنعمله من غير ملفي ومن غير كريمة، وهقول لكم احنا هنعمله بإيه بالظبط. انتوا فاكرين الفيديو بتاع السمبوسة اللي احنا عملناه؟ السمبوسة طلعنا منها هادر، وقلت لكم الهادر ده ان شاء الله هنعمل بيه وصفة حلوة جدا. طبعا الهادر بتاع السمبوسة معايا شلته في الفريزر، تشيليه في الفريزر زي ما انت عايزه، مش هيجراله اي حاجه. انا شايلاه من يوم ما عملت الفيديو بتاع السمبوسه. والسمبوسه طبعا مش شرط ان احنا نخليها حاجه حادقه بس، لا، ممكن نعمل منها حلو وممكن نعمل منها حادق. النهارده ان شاء الله هنعمل منها صنف ام علي، اللي هو الصنف الحلو اللي كلنا بنحبه، وهتبقى احلى ام علي باذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على رسولنا الكريم، ونجيب السمبوسه اللي احنا شايلينها عندنا في الفريزر. وطبعا انتوا عارفين ان انا عامله فيديو السمبوسه ده من اول رمضان، يعني بقاله زياده عن شهر اهو معانا. زي ما انتوا شايفين البواقي بتاعته زي الفل، تحطيها في كيس بقى، تحطيها في علبه، مش هيجرى لها اي حاجه ان شاء الله. اللي ما حضرش معانا فيديو السمبوسه ممكن يسيبه لهم تحت في صندوق الوصف، نسيب لهم لينك الفيديو في صندوق الوصف. انا جبت السمبوسه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، واخدها واحمرها في الزيت. بنزلها على زيت يكون متوسط الحراره علشان ما تحمرش مني قوي. انا بصراحه احمرت مني سيكه كده بس عشان سبتها. المفروض ان انت تقفي جنبها اول لونها ما يبقى شفاف كده معاكي او يتشمع، روحي مقلبيها. قلبيها تقليبه كده كويسه، وما تشيليش ايدك منها بقى في الوقت ده لحد ما كلها معاكي تاخد لون واحد. هتبقى معاكي عامله كده زي الشيبسي بالظبط. وطبعا عجينة السمبوسة اللي احنا عملناها ما كلفتناش حاجة خالص غير مية ودقيق، مية ودقيق فقط لا غير. لو دخلتوا ان شاء الله فيديو السمبوسة هتشوفوه ان شاء الله يعجبكم جدا. وطبعا ام علي من التحلية الجميلة جدا اللي كلنا بنحبها، وطبعا سهلة وبسيطة، واحنا النهاردة عاملينها ان شاء الله بطريقة اقتصادية جدا. طبعا ام علي ممكن تعمليها بحاجات كتيرة جدا. ممكن تعمليها طبعا اكيد بالملفي، او تعمليها لو عندك بواقي من الباتيه، او ممكن بواقي من الفينو، او ممكن تجيبي الجلاش وتحمريه، او الرقاق وتحمريه، وطبعا تعملي بيه ام علي. يعني ممكن تتعمل بحاجات كتيره جدا، لكن احنا بنشوف الحاجه الموجوده عندنا في البيت وبنعمل بيها. يعني مش شرط ان احنا نشتري لها ملفيه مخصوص، لا طبعا اي حاجه موجوده عندنا بنعمل بيها ام علي وبتطلع زي الفل باذن الله. زي ما انتوا شايفين بقى احنا حمصنا السمبوسه بتاعتنا، وزي ما انتوا شايفين بقت عامله معانا زي الشيبسي كده، متحمره زي الشيبسي ومقرمشه زي الشيبسي كمان. بس عايزه اقولك ما تسيبيهاش بقى لوحدها علشان ما تتحمرش زياده عن اللزوم، لان زي ما شفتوا ان انا سبتها دقيقه كده وخرجت لقيتها احمرت زي ما انتوا شايفين كده. حاولي تقفي جنبها، يعني تفضلها نفسك، هي بتاخدش دقيقتين 3 بالظبط يعني، وبتكون متحمره وزي الفل علشان ما تاخدش لون معاكي. زي ما بقولك احنا عايزينها متحمره كده زي الشيبسي، وكمان تكون فاتحه زي الشيبسي، لكن انا بصراحه خدت لون معايا زي ما انتوا شايفين كده. المفروض تبقى افتح من كده شويه. المهم احنا حمرناها اهو زي ما انتوا شايفين، وحلوه مقرمشه زي الفل بصراحه، جميله جدا ان شاء الله، وطعمها يبقى زي الفل ان شاء الله في الطاجن. هناخدها بقى ونروح نشوف هنعمل طاجن ام علي بتاعنا النهارده ازاي. حبيت بقى اوريها لكم من قريب كده، واوريكم شايفين الفقفقه اللي هي في العجين؟ شايفين الفقفقه دي اللي هي فقفقه السمبوسه؟ لما بنيجي نجيب سمبوسه من بره بنلاقي فيها نفس الفقفقه دي في العجين، وده دليل على نجاح العجينه بتاعت السمبوسه جدا جدا. يعني يا ريت ان شاء الله تشوفوا فيديو السمبوسه، ان شاء الله هيعجبكم باذن الله، او عجينه السمبوسه. وبوريها لكم كمان عشان اقول لكم ما تدوسوش عليها في التحمير زي ما انا ما دوست عليها كده، لا خلوها فاتحه عن كده شويه. وكمان عشان تشوفوا العجينه، وبعتذر لكم ان انا لما جيت اقلي السمبوسه ما صورتلكوش فيديو السمبوسه وهي بتتقلي، علشان اوريكم عجينه السمبوسه لما اتقلت كان شكلها عامل ازاي. بس طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان شهر رمضان بيبقى فيه ضغط كبير علينا، فمش كل حاجه ان احنا بنقدر نصورها. واوريكم الفقفقه اللي بتبقى في عجينه السمبوسه، او الفقاعات اللي بتبقى في عجينه السمبوسه زي السمبوسه اللي انت بتجيبيها من بره بالظبط. بس الحمد لله ان ربنا قدرني وخلاني عملت الفيديو ده عشان اوريكم العجينه بتاعه السمبوسه لما بتتقلي بتبقى عامله ازاي. خدنا بقى السمبوسه بتاعتنا المقليه وحطيناها في طاجن، ويا ريت الطاجن تكوني مسخناه في الفرن قبل ما تشتغلي بيه. حطيت في نصه شويه مكسرات، طبعا اي مكسرات موجوده عندك حطيها بتبقى زي الفل طبعا. انا حطيت معايا شويه فول سوداني وشويه جوز الهند. عندك زبيب بقى حطي، عندك بندق، عندك لوز، المكسرات اللي بتحبيها حطيها مفيش مشكله. بعد كده بنجيب لبن وبنحليه،
واللبن لازم يغطي السمبوسه بتاعتنا. بتجيبي اللبن تقلبي فيه السكر طبعا، والسكر على حسب الرغبه، وتغطي بيه السمبوسه. بعد كده جبت معلقتين قشطه من وش اللبن اللي هم معايا دول، وحطيت عليهم معلقتين من اللبن ودوبتهم فيه، ورحت حطاهم على وش الطاجن علشان يدوني وش طاجن المتحمر اللي احنا متعودين عليه. هاخده بقى احطه في الفرن، بس احطه في الفرن تحت الشوايه الاول عشان اخد وش لون ام علي او الوش بتاع ام علي اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده اشغل الفرن بتاعي، اشغله بقى مش هياخد معايا وقت خالص، هم 10 دقايق بالكتير، لان طبعا كل حاجه مستويه معانا. السمبوسه متحمره والطاجن سخن واللبن كمان كان دافي، فطبعا مش هياخد وقت معانا خالص. بس اهم حاجه ان احنا ندي الوش الاول قبل القشطه ما تنزل في الطاجن تحت، يعني ندي وش الطاجن الاول وبعد كده نشغل عليه الفرن. طبعا لو عندك فرن وشوايه تمام شغليهم مع بعضيهم، لكن لو كل حاجه بتشتغل لوحدها طبعا شغلي الشوايه الاول وبعد كده شغلي الفرن بتاعك، تمام مفيش مشكله. لو ما عندكيش بقى قشطه هتحطيها على وش الطاجن، ممكن معلقتين من الكريم شانتيه، ممكن معلقه من السمنه البلدي، ممكن معلقتين من لبن البودر، يعني اي حاجه ممكن تحطيها على وش الطاجن عشان تحمر وشه معاكي وتخليه بالشكل ده. وطبعا بقى التزيين ده حاجه بقى ترجع لك انت، او الموجود عندك، او لو ما فيش تزيين خالص ما فيش اي مشكله طبعا. انا رشيت شويه جوز هند على الوش وشويه فستق كداب من اللي احنا عاملينه.